يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا مروه ودي قناتي، وان شاء الله تطلعوا من الفيديو بكامل الاستفاده. وان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم، بس ما تنسوش لو عجبكم تشتركوا في القناه ولايك وتعليق. ويلا بينا. كنت فاكره ان اغلب مشاكلي هو ان اطلع منتصره في اي مشكله، وان اطلع الاقوى وابين للي قدامي ان انا اللي فزت عليه. طلعت عبيطه. اتاري اغلب المشاكل كان حلها ان انا اتجاهل، وان انا امشي مع التيار. وعرفت ان اللي بيفوز في اغلب مشاكله مش هو اللي قاعد يحارب، ده هو اللي كان مرن. المرونة في بعض المواقف هي المكسب الحقيقي ليكي. تخيلي لو كنت مرنة شوية كنت طلعتي من مشكلة محطوطة فيها رايقة، مش محروق دمك، محدش قالك كلمتين استفزوكي. لكن طول ما انت حاطة في دماغك ان لازم افوز في المشكلة، اعرفي ان مش دي السكة الصح، انت دخلت سكة غلط، سكة ملهاش نهاية. كنت فاكرة إن التعامل مع الناس بنفس طريقتي هيخليهم يحبوني ويكسبوني وأنا أكسبهم. أتاري كانت أكبر غلطة إني بتعامل مع كل الناس بطريقة واحدة. اتعلمت إزاي كل واحد أتعامل معاه على قد تفكيره وعلى قد حجمه. مش كل الناس ذهب، ومش كل الناس تستاهل براءة قلبك ولا أسلوبك ولا طبيعة شخصيتك. كل واحد اديله على مقداره. من الدروس اللي اتعلمتها ما عدتش ادي لحد فوق حجمه. من الحاجات اللي اتعلمتها ان الفشل مش ان انا ادخل في مشروع وافشل، لما افشل استسلم وارمي نفسي على الارض واقول لنفسي مش هقوم تاني. لكن الفشل هيعلمك انك ازاي تنجحي. الحياة ساعات بتديكي دروس مجانية، وساعات تديكي دروس بحساب. لكن لما بدخل في موضوع وبفشل فيه، سواء علاقة سواء أصحاب سواء مشروع، أيا يكن الفشل اللي وقعت فيه واللي خبطت فيه في الحياة، تأكدي إن هو ده بداية نجاحك. اللي دماغها متكلفة هي اللي ما بتستسلمش لحاجة اسمها فشل. من الحاجات التانية اللي اتعلمتها، مش ضروري خالص يكون عندك 100 صاحبة، بس الأهم من كده يوم ما اصاحب صح. لو هطلع بصاحبه واحده تفضل معايا طول عمري، احسن من 100 شله منافقه. فخلي بالك، مش بكتر الصحاب، باللي تفهمك ووقت الشده تقف جنبك. واحلى حاجه عملتها مع نفسي ان سطحت كل العلاقات. كل الناس بسلم عليهم وبرحب بيهم، وساعات اعمل مكالمات بعيده من فترات للتانيه، بس كلمتين ورد غطاهم. وكل ده اتعلمته من المواقف، واتعلمته من القرصات اللي جات لي من اقرب الاقربين، اللي كنت اطلع لها سري وافتح لها قلبي وتديني على دماغي. ما عدتش باكل على دماغي من حد، لاني وقفت السكه دي. من الحاجات التانية اللي عرفتها واتعلمتها ان افعالي انا اعرف اتحكم فيها، وان تصرفاتي ملك انا، بس تصرف اللي قدامك وافعاله مش هتقدري تتحكمي فيهم. مهما نصحتي ومهما عاتبتي، كل اناء بينضح بما فيه. يعني ما تحاوليش تغيري حد، وما تحاوليش تكوني متوقعه ان ردة فعل اللي قدامك هتعجبك ماشيه مع طبيعه شخصيتك. اغلب اللي حواليكي مش هيمشوا مع طبيعه شخصيتك، بس المهم ان انت تتكيفي وتتحكمي في افعالك انت، وبصرف النظر عن افعالهم هتبقى عامله ازاي. المهم خديها ببساطه قوي. من الحاجات التانية اللي اتعلمتها، كنت استنى اللي حواليا بالشهور والسنين والايام يحنوا عليا ويعرفوا ان انا متضايقه ومخنوقه عشان يجوا يصالحوني ويجوا ينتشلوني من مشكله انا فيها. طلعت كنت عايشه في وهم، وكنت بستنى على الفاضي. لا في حد هينتشلك، ولا في حد هيشيلك من همومك ومشاكلك غير نفسك وغير قراراتك. اما غير كده كله سراب. كل اللي حواليكي وقت ما يكونوا محتاجينك هيتصلوا بيكي، ووقت ما يكون ليهم مصلحه هيعوزوكي. غير كده انت ما تلزميهمش. وعرفت ان مهما يكون الشخص قريب مني، ومهما يكون حتى صلته بيا صله دم، مش ضروري يقف معايا في وقت مشكله، ومش ضروري ينتشلني من ورطه انا واقعه فيها. محدش شالني غير نفسي، ومحدش شالني غير تفكيري في حل المشاكل. غير كده انا ما تلاقيتش حد جنبي. ودي من الحاجات اللي اتعلمتها. فانا جايه انصحك واقول لك، اي ورطه تقعي فيها او اي ظروف تقابلك صعبه، قومي حليها بنفسك، اوعي تعتمدي على حد. وصدقيني كلهم حيطان مايله. من الحاجات التانية اللي اتعلمتها، ان ما بيجيش من ورا الناس غير وجع القلب ووجع الدماغ. علشان كده قررت اخف الناس اللي حواليا. يعني من الاخر
اخترت اقعد مع نفسي اكتر، بقيت بعرف استمتع بكوبايه القهوه بتاعتي او كوبايه العصير وانا قاعده مع نفسي، احسن من الكلام واحسن من النميمه واحسن من التليفونات اللي ملهاش لازمه غير انك بتضيعي رصيد وبتاخدي ذنوب. يبقى ايه لازمتها؟ قعدتك مع نفسك هي اللي هتنفعك، على الاقل وانت قاعده مع نفسك هتذكري ربنا، يبقى انت اللي مستفاده في الاخر. بالحاجات التانيه اللي اتعلمتها، امتى اقعد لوحدي واخد نفس عميق من اللي حواليا حتى لو كانوا ولادي. انا محتاجه لنفسي لو ربع ساعه، لو 10 دقايق، اخد فيهم نفس ليا، نفس يقويني ونفس يديني باور للوقت اللي جاي، نفس يديني طاقه للحاجات اللي هقوم اشتغل عليها، اشتغل على نفسي، اشتغل على مشروع، هشتغل في بيتي، ايا يكن. الحاجات اللي اتعلمتها ان الوقت اللي باخده لنفسي مش رفاهيه، الوقت اللي باخده لنفسي هو ده المسمار اللي بيقويني. والله ما كنت افهم يعني ايه استمتع باللحظه الحلوه، انا كنت اخده كل الحياه جري جري. دلوقتي اتعلمت اهدى، استمتع باللحظات الحلوه بكل ما فيها، ما عديش لحظه عليا وانا قاعده فيها مبسوطه غير وانا مستمتعه بيها. خراب يا دنيا عمار يا دماغي، مفيش اغلى مني ومفيش اغلى من راحتي. وبصراحه هو ده القرار اللي انا خدته، ومن ساعتها وانا مرتاحه وعرفت ان انا كنت زمان غلط، بس مش مهم، المهم عرفت الصح ومشيت عليه. ولهنا اكون خلصت. وما تنسوناش بالاشتراك في القناه، وسيبوا لنا لايك وتعليق واحنا هنرد عليكم. اشوفكم على خير. سلام.